الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من استنى بسنته واقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، إذا أصاب الأضحية عيب بعد تعيينها، هذا هو عنوان اللقاء أيها الإخوة الأفاضل، فتدبروا. لو أنك أخي المسلم، لو أنك اشتريت أضحية ثم حصل معها حادث أو حصل معها عيب قبل الذبح، فما هو المترتب عليك قبل ذبحها؟ هل تذبحها أم تقوم بتغييرها؟ هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل، لأن الخير كل الخير في التفصيل. فأقول وبالله التوفيق ومنه السداد: إذا اختار العبد أو عين الأضحية ثم حصل لها عيب من غير تعد منه ولا تفريط، فإنها تجزئ وتكون أضحية. وأما إذا كان العيب قد حصل بسبب فعله أو تفريطه، فإنه يلزمه إبدالها بمثلها أو أحسن منها، لأنها تعيبت بسببه، فإنه ضامن لها، وتكون المعيبة ملكا له يفعل بها ما يشاء من بيع أو غيره. قال ابن قدامة رحمه الله كما في كتابه المغني: إذا أوجب أضحية سليمة من العيوب ثم حدث بها عيب يمنع الإجزاء ذبحها وأجزأته. روي ذلك عن عطاء والحسن والنخعي والزهري والثوري ومالك والشافعي وإسحاق. ودليل ذلك ما رواه البيهقي عن ابن الزبير رضي الله عنه أنه أتي في هداياه بناقة عوراء فقال: إن كان أصابها بعد ما اشتريتموها فأمضوها، وإن كان أصابها قبل أن تشتروها فأبدلوها. قال النووي في المجموع: إسناده صحيح. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: وأما إذا اشترى أضحية فتعيبت قبل الذبح ذبحها في أحد قولي العلماء. انتهى كلامه رحمه الله. فيا عباد الله، إذا عين الإنسان الأضحية ثم حصل بها عيب، فإننا ننظر فيما إذا كان هذا العيب قد حصل بسبب التفريط والإهمال والتعدي، فإنه يلزمه إبدالها. وإن لم يكن هناك تفريط ولا إهمال ولا تعد، فإنها تجزئ وتكون أضحية، والله أعلم. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من العاملين بكتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمن نفسي والشيطان. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.